السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ومع تاني جولة من بطولة جولدن نايت للشطرنج السريع، رابد 10 و5 ثواني مع كل نقلة. آه ال- آه، الجيم ده لسه بقرا البيرنج ف- متعلق، فببص لقيت هلاعب الأستاذ أحمد علي 1112. رايح على البوردة بتاعتي، لقيت اللي قاعد عليها طفل عنده 8 سنين. فبستغربت كده فقلت يا ما انت كريم، يا رب يا رب يا هادي، عليك اعتمادي، لنا هنكسب. انت لو عملت زيي بالشكل ده واستصغرت الخصم، انت ممكن تاكل علقة زي ما بيقولوا ويتفرجوا عليك كلهم والطفل ده بيكسبك. والعملية مش بالسن، العملية بالعقل والهدوء وهدوء الأعصاب واللعب المنطقي هو اللي بيحدد. آه الطفل ده عاوز اقول لكم يا جماعه انه طفل ذكي جدا. اولا بدأ افتتاح مظبوط، لعب نقله جيده جدا. بدأ بالابيض، هو نايت اف 3. النقله دي آه اول ما بشوفها بعرف ان اللي بيلعبها بيحضر للكينجز انديان اتاك، من اشرس ال- الافكار الهجوميه واسلحه الابيض، خصوصا هجوم كيريس مثلا، كيريس فاريشن. افضل نقل. انا مش محضر على فكره، انا رحت البطوله دي بالصدفه زي ما بيقولوا، مش محضر لها، او آه مش عاوز اقول لكم ان الاستاذ محمد الغول نده عليا، قال لي يلا بينا. الاستاذ مصطفى زميلنا اشترك لك في المسابقه، يلا عشان ما نتاخرش. قلت له يا ابني انا مش محضر. قال لي يلا هناك هنحضر. على طول قلت هلعب اي 6. فيها انشيتو سيستم بلعبه في المواقف الحرجة، وبشوف الأبيض عاوز يلعب إيه، وبحاول أسيطر بالقفيلة على وسط الرقعة بدل البيادق، وبتجنب المعارك في أول الجيم. جي 3 خلاص، كينجز انديان اتاك رسمي، طالع بالفيل. بيشوب جي 2 هو كمان عاوز يبيت. أفكار سهلة وجميلة بينفذها أحمد علي. لعبت اي 5، قلت اما اشوفه كده هياكل ولا ايه القصة معاه. لو كلت هاكل القطعة بتاعتك دي. طلع ذكي. ودي اسمها نقلة جس نبض. أول ما عداها عرفت إن هو دارس افتتاح كويس ودارس شطرنج. وخصوصا اللعيبة الصغيرين دول بيبقى الهارد بتاعهم أو دماغهم فاضية زي ما بيقولوا، الهارد فاضي لسه بيتعبى. فالمدربين بتوعه والأكاديميات اللي هم بيروحوها، الناس دي باين عليها بتصرف ولا إيه، وكتب بيقروها، ومش عاوز بقى إيه أقر على الناس. المهم دي 3 قال لي ما تكملش زق، وهشارك الوسط بالإي 4 بعدين. قلت له ماشي. اف 5. اف 5 الكمبيوتر بيعتبرها، ما كلش هو طبعا، بيعتبرها بلندر ولعبة سيئة. بيقول لي بدل ما تلعب الاف 5 العب جي 6 وفنكة الفيل التاني واطلع بالحصان والفيل وبيت على الجناح ده. قلت له يا عم الكمبيوتر الكلام ده مع حد تاني، انا بلاعب طفل صغير ممكن يغلط وهو مش عارف ان النقلة دي بلندر. بيت وقال لي ماليش دعوة بيك. طلعت دي 6
بحافظ على التشكيلة البيدقية بتاعتي. نايت سي 3 ده كله هو بيحضر لضرب الوسط. نايت اف 6، كوين اي 1، نايت بي دي 7. ودلوقتي اي 4 بيقول لي انا عاوز اشارك على الوسط ده. اف في اي 4، نايت في اي 4، نايت في اي 4، دي في اي 4. فكرت ان انا العب بيشوب اي 6 واطلب الرخ المحبوسة دي، ملهاش خروج، بس هيزق عليا البيدق ده وهيبقى بدائين في الوسط. فلا، القطع الساكنة خليها ساكنة زي ما بنقوله. دي قاعدة مهمة جدا أنا ماشي عليها. نايت اف 6 كمل انتشاري. نايت دي 2، بيشوب اي 7 عاوز أبيت. كوين اي 2 تبييت. كوين سي 4 تشيك. تاني معلومة ممكن تعدي على أحمد علي أو اللي زي أحمد علي في السن الصغيرة دي. ما تفرحوش إن انتوا تقولوا كش. ما تقولش كش إلا لما الكش دي هتديك ميزة أو فايدة، أو هتقدر تحقق بيها منفعة. وفرها. كينج اتش 8 الملك بتاعي بقى آمن. كوين اي 2 رجع تاني. طب انت استفدت ايه؟ اديت الكش ورجعت. اي 5 باخد انتشار على جناح الوزير، وعندي افكار بيشوب اي 6 في اي لحظة. شافها رجع. كوين دي 1، اي 4 ممنوع حصانك يجي على البي 3. قال لي بي 3 ده وانت بتتفرج بالله عليك انت حاسس ان ده طفل عنده 8 سنين، طفل صغنطوط. اف بي 3، سي اف بي 3، كوين دي 7. بحاول العب بقى على الخانات البيضة وانوع مهام القطع بتاعتي. نايت سي 4، نايت في اي 4. هنا هو عمل بلندر وساب لي البيدق ده وانا اكلته. نايت في اي 4، كوين اي 2 هات. او ممكن يكون هو سايبه على اساس ان الفيل ده ملوش حماية، فهيربطه. هو ربطه وهيطلبه بقطع، يعني يلعب على فكرة الربط. طيب ما انا هرجع يا ابني. الكمبيوتر بيقول لي تعالى هنا. نايت سي 3 وهدد الوزير، يجي يهددك تاكل الفيل وتهدد الرخ والكلام ده. قلت له لا، انا هرجع على طول فيل في فيل وخلاص. كوين اي 4 هات الحصان بتاعك. نايت سي 5، كوين اي 1، كوين اتش 3 عاوز العب على الملك. بي 4 زق عليا. بي 4 قال لي هات حصانك ده. الكمبيوتر عاوزني انط نايت بي 3 واقول له هات الرخ بتاعتك وهات الفيل كمان. المهم رجعت. نايت اي 6، كوين اي 4، رابط الرخ دي على الاكل، لانه هو عارف ان انا عاوز اطلع بالرخ بتاعتي هنا في هنا. فببص لقيته حاطط عينه على الرخ اللي في الاي 8. قلت له يا ابني انت عاوز ايه مني؟
روك اي دي 8 جبت الرخ. كوين جي 2 رجع بقى لأن مفيش فايدة، فقال لما أمن الملك بتاعي وارجع. كوين جي 2 طالب تكسير وزراء. كوين جي 4 الكمبيوتر كان عاوزني اتش. كوين اتش 5 رجع محمد حسام بتاعه. نايت دي 4 قلت له هات بقى وزيرك ده، جيت لي على التيمبو. اكل هنا ومش واخد باله ان في هنا خراب بيوت زي ما بيقولوا. يا ابني انت بتعمل ايه؟ انا عاوز مات في واحد، وريني هتحلها ازاي. الكمبيوتر بيقول لك العب H3 هنا. طيب بعد H3 قال لك هات بيشوب H4 هنا، وعاوز لعب بقى ايه، لعب على كيفه الكمبيوتر ده. بيشوب F4 جاي على الأكلة هنا، وبيقول لي كل ولاين يعني طويل، كله خسارة للأبيض. فرجعت اللي أنا لعبته، جيت كوين هنا F3 طالب كشمات. قال لي هات وزيرك، قلت له انت مش واخد بالك في هنا كشمات بالحصان. والدور خلص الحمد لله، وقدرت ان انا احصل على النقطة من منافس صعب. هو صغير في السن، ولسه قدامه العمر ان هو يقدر يحصل خبرات زي ما قدرنا نحصل احنا كمان خبرات. مفيش حد بيتعلم ببلاش،